السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله نحل في الفيديو ده مع بعض. كان في امتحانين الوزاره منزلاهم هنحلهم مع بعض، هم اسئلتهم جميله جدا، فهنحلهم مع بعض ونفهمهم بكل بساطه زائد المراجعه اللي خدناها مع بعض النهارده. يبقى انت كده راجعت كل حاجه، مش محتاج بس منك غير ان انت تراجع على اللي انا شرحته لك، تقعد تحل الامتحان ده تاني لوحدك، تلاقي الدنيا معاك بسيطه، وان شاء الله الدنيا تكون معاك متظبطه. نبدا بقى. بيقول لك يقوم شخص بشد صندوق على ارض افقيه بسرعه ثابته. اول حاجه لازما اما اجي عند كلمة سرعة ثابتة دي ليها ميزة. طب ايه الميزة بقى؟ تعال اقول لك. يعني ايه سرعة ثابتة؟ سرعة ثابتة يعني انا لو بشد الجسم كده بمقدار 10، في الناحية التانية حاجة بتشدني بمقدار 10 علشان اظل ثابت، عشان اظل ايه؟ بسرعة ثابتة. يبقى اول ما يقول لك سرعة ثابتة اكن اليمين بيساوي الشمال. دي عارفينها منين؟ من قوانين نيوتن بتاعت الترم الاول. تمام كده؟ فكده خلي بالك ان انت عارف ان كده انا لو بشدك قوة كده في حاجة الناحية التانية بتشدني، بس ايه بقى؟ عشان امشي بسرعة ثابتة. فبيقول لك ايه؟ باستخدام قوة اف. انا بشدك باستخدام قوة اف اهي. وفي الناحية التانية زي ما أنا قلت لك أهو قوة بمقدار 20، يبقى في حاجة بتشدني الناحية التانية بقوة مقدارها 20. بيقول لك إيه بقى؟ ومعاك كتلة الصندوق اللي هي إيه؟ إم. مديك الإم ب 30 كيلو. عايز الإف وعايز الشغل لو الجسم اتحرك مسافة 5. تمام، تعالى بالراحة. لو أنت عايز تجيب الإف، مش الإف دلوقتي دي بتساوي إيه؟ مش أنت المفروض بتقول لي إن اليمين بيساوي الشمال عشان هو بيمشي بسرعة ثابتة؟ خلاص، يبقى الإف بتاعت الاحتكاك اللي هي ب 20 بتساوي الاف دي. الاف دي انا باخدها كده ولا لازم احللها؟ هتقول لي طبعا لازم احللها. خلاص، هتقول لي ايه؟ اف كوزين 37. هتقسم على كوزين 37 هنا وكوزين 37 هنا، هتلاقي ان الاف طالعه معاك ب 25 درجه. الاف طالعه معاك بكام؟ قصدي ب 25 نيوتن. فكده الاف هتطلع معانا ب 25. طب انا دلوقتي عايز احسب الايه؟ عايز احسب الشغل. الدبليو، هي الدبليو بتساوي ايه؟ الدبليو بتساوي الاف في الدي. الاف في الدي بس على طول. طب هي الاف بكام؟ انا لسه جايبها ب 25. طب الدي بكام؟ الدي بخمسة. الدي بكام؟ بخمسة. تضرب 25 في خمسة، شوف هتطلع معاك كام. شوف هتطلع معاك كام. وهتلاقي الاجابات برضو انا هبعتها لك على الجروب، يعني ما تقلقش. فايه، هتلاقيني كاتب لك الحاجات دي بالخطوات باذن الله. بس انت اتاكد بس من الارقام دي. ما تقسم 20 على كوزين 37، شوف هتطلع معاك كام. يبقى دي قيمه الاف. اضرب لي الاف دي في 5، شوف كده الشغل طلع معاك بكام. وانا برضو ابعت لك الاجابات الايه الصح كلها. بس معلش، بس هنا ايه، لو انا مش فاكر اجابه ولا حاجه، طب استنى انا كده كده ايه كاتبهم، هطلعهم لكم على طول علشان ايه اتاكد لكم من النواتج واحنا ماشيين، عشان ما يكونش في ناتج ناقصك. تمام كده؟ فزي ما ايه، زي ما هنطلعها هنختار على طول. تمام. بس فشوف بقى تطلع معاك بكام. ماشي. بيقول لك رجل يرفع دلوا وزنه ب20. وزنه بايه؟ ب20. جدع. بعد كده في فتحة بئر لقى ان الشغل اللي بذلناه بالمقدار ده. هو عايز عمق البئر. طب هو الشغل بيساوي ايه؟ تقول لي ان الدبليو بتساوي الاف في الدي. طب وانا مديك اصلا الشغل ومديك القوة. ما هو القوة دي أكنها وزن، مش أنا قلت لك قبل كده اعتبر إن القوة دي أكنها وزن؟ فكده ناقص لك الدي اللي هي أصلا عمق البئر فعلا. خلاص، هتقول لي إن الدي بتساوي الدبليو على الإيه؟ على الإف. ماشي. طب الدبليو بكام؟ ب8 كيلو. يعني كيلو 10 أس 3 من الترم الأول، اوعى تنسى. على الإف، هو الإف مديالك بكام؟ الإف مديالك ب200. هتقسم لي الرقمين دول على بعض هتطلع معاك بإيه؟ ب40. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لك جسم كتلته 2 كيلو، يبقى ده الام. يسكن سكونا حرا من السكون، يعني السرعة الابتدائية بتساوي صفر من ارتفاع 80 متر. يعني ايه؟ اكن مثلا انت معاك مبنى كده، ارتفاع المبنى ده كله ب 80 متر. تمام. هو بقى بيقول لك هيسقط بعد ان يسقط مسافة كام؟ 25 متر. يعني هو فوق ال 80 هيقع لحد تحت 25 متر. يبقى كده هو الجسم فين دلوقتي؟ الارتفاع اللي تحتيه قد ايه؟ الارتفاع اللي تحتيه هيكون 55. طب انا ليه جبت ال 55؟ اقول لك انت كده الجسم بتاعك فين دلوقتي؟ هنا. صح ولا لا؟ انت كنت هنا وبقيت هنا. يبقى انت كنت هنا مثلا الوضع ايه، بقيت هنا في الوضع بي. بعد كده بيقول لك ايه بقى؟ احسب لي طاقة الحركة هنا. هو عايز يحسب طاقة الحركة هنا. انا قايل لك حاجة مهمة جدا، ان طاقة الحركة والوضع في اي مكان بتساوي طاقة الحركة والوضع في اي مكان. فهتقول لي ان الكي اي عند ايه
زائد الكي اي، قصدي البي اي معلش، عند A بيساوي الكي اي عند B زائد الكي البي اي عند بي. ركز بقى معايا، هو هنا عند النقطة ايه احنا في طاقة حركة؟ لا. ليه؟ عشان احنا الجسم بتاعنا طوحناه من السكون، فما فيش طاقة حركة، يبقى طاقة الحركة هنا بصفر. تمام، ركز بقى معايا، عايزين نجيب طاقة الوضع. خلاص، طاقة الوضع بتساوي الام في الجي في الاتش، هنعوض عنها. بس استنى، انا اصلا عايز طاقة الحركة هنا، خلاص نزل طاقة الحركة زي ما هي، زائد عايز تجيب طاقة الوضع هنا. طاقة الوضع هنا مش هتبقى بصفر، ما هو انت لسه ما وصلتش للارض. امتى اقول ان طاقة الوضع بصفر؟ لو انت وصلت للارض، وانت كده وصلت للارض لا. هتقول لي خلاص برضو هي بتساوي الام في الجي في الاتش، ام في الجي في الاتش. تمام كده، عوض بقى. هي الكتلة انا مديها لك بكام؟ انا مديك ان الكتلة باتنين اهي، اتنين في الجي بكام؟ عجلة الجاذبية 10 في الحالة ايه الارتفاع بتاعك كله كان كام؟ قلت لي 80، بيساوي الكي اي زائد الكتلة بكام؟ احنا قلنا باتنين في الجي بكام؟ ب10 في الارتفاع بكام؟ اللي هيقول 25 غلط. انا باخد الارتفاع عن سطح الارض، انت وقعت 25 متر، يبقى انت لسه باقي لك على الارض قد ايه؟ 25 55. جبناها ازاي؟ طرحنا ال 80 ناقص الشويه اللي انا وقعتهم، اتفضلوا لي الخمسه وايه و50. هتحسب ده وتوديه بعكس الاشاره وتطرحهم من بعض، كده انت جبت الكي اي. كده انت جبت الايه؟ الكي اي. سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي حاجه خالص. بيقول لك تاني السؤال 4 بقى، سقطت كرة من ارتفاع 5. يبقى مثلا ادي مبنى ارتفاعه 5 متر، الكرة وقعت من فوقيه. بيقول لك باستخدام مفاهيم الطاقة عايز السرعة عند الاصطدام مباشرة، يعني عند الأرض. طب خلاص، ما هو عند الأرض أنا قلت لك لو طوحت فوق من فوق حاجة بسرعة ابتدائية بتساوي صفر ووقعت على الأرض، قول إن طاقة الوضع فوق بتساوي طاقة الحركة تحت. يعني إيه؟ هتقول لي إن نص ام في تربيع بتساوي الام في الجي في الاتش. ليه؟ انا قلتها لك، اما يكون الجسم هنا ويقع تحت خالص، يبقى السرعه اسمه ده طاقه الحركه تحت هي طاقه الوضع فوق. خلاص، هضطر الام مع الام. هو عايز يجيب الايه؟ عايز يجيب السرعه. خلاص، الاول هضرب في 2، يبقى الفي في الاخر هتلاقي لها قانون انا كنت كاتبه لك، 2 جي اتش، جذر 2 جي اتش. دي كده السرعة. الاتنين معانا، الجي عجلة الجاذبية ب10، الاتش ب5، بس يبقى 50 يبقى 100، تطلع معاك 10. تمام كده، أسئلة لحد دلوقتي سهلة وبسيطة. لو طبقت اللي احنا بنقول عليه هتلاقيها سهلة جدا. ماشي، بيقول لك جسم يستغرق زمن مقدار 4 من 100 حتى يصل لأقصى إزاحة. يعني إيه أقصى إزاحة؟ يعني أنت مثلا أهو البندول بتاعك أهو بيمشي من هنا لهنا في زمن قد ايه؟ في زمن 4 من 100. بيمشي من هنا لهنا قد ايه؟ زمن 4 من 100. بيقول لك بقى ايه؟ عايز التردد. طب هو التردد بيساوي ايه؟ النيو كنا احنا قايلينها قبل كده بتساوي ايه؟ بتساوي ان على تي. طب التي هنا بكام؟ قلت لي اهي ب4 من 100. طب هنا دي قد ايه من الدورة؟ احنا قايلين الصبح مع بعض في الحصة، قايلين ان هنا دي ربع دورة. احسبها وشوف هتطلع معاك كام ايه على الآلة. تطلع الرقم ده. شوف هتطلع معاك كام على الآلة، هتلاقي الرقم ده. طب لو كنت جيت عملت لك كده، ان انا مشيت من هنا لهنا بعد كده رجعت تاني، يبقى دي نص دورة. مشيت كده يبقى من هنا لهنا ومن هنا لهنا بعد كده من هنا لهنا، دي تلات ارباع دورة. خلي بالنا من الجزء ده عشان مهم جدا. خش على اللي بعده. لك الشكل المقابل يمثل موجة السرعة بتاعتها بكذا والتردد بتاعها بكذا، ومدينا المسافة الأفقية. هو عايز المسافة الأفقية بكام؟ طب ماشي، هي المسافة الأفقية لما كانت بتبقى دي موجة كان ليها حاجة مميزة جدا. كنت بقول لك إن اللامدا بتساوي المسافة اللي هي الإكس على عدد الدورات اللي أنت عاملها قد إيه. خلاص، أنا عايز أجيب الإكس اللي هي المسافة. هتقول لي خلاص اضرب لي الطول الموجي اللي هو اللامدا في الإن، صح ولا لأ؟ صح. طب وأنت معاك الإن، طب تعالى نجيبها. أنت كنت هنا وهتقف لحد هنا. خلاص، ما انا بدأت من اول هنا لحد هنا، دي كده دورة كاملة، ومعايا نص كمان، يبقى انا كده دورة ونص. شفت انا حسبتها ازاي؟ من هنا لحد هنا دورة، والحتة دي بنص دورة، يبقى انت كده كام دورة؟ دورة ونص. طب اللامدا؟ خلاص، روح احسب اللامدا من القوانين اللي احنا عارفينها. ما احنا عارفين ان اللامدا بتساوي ايه؟ الفي على النيو. الفي على نيو، كنت قايل لك قانون ان الفي بتساوي لامدا في نيو. فانت عايز تجيب اللامدا، اقسم الفي على النيو. الفي بكام السرعه؟ انا مديلك ب10. طب التردد بكام؟ ب2.5.
10 على 2.5 هتساوي 4. خد الأربعة دي اضربها هنا، 4 في 1.5 هتلاقي طالعة معاك 6. هتلاقي طالعة معاك كام؟ 6. سؤال حلو جدا ومهم. تمام كده، نمسح بس عشان ايه ما حدش يتلخبط في السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده ده مهم برضه، الناس تركز معايا فيه. ليه بقى تركز معايا فيه؟ هتفهم دلوقتي. بيقول لك يكون التردد اكبر من الزمن الدوري بالمقدار ده. يعني ايه؟ يعني التردد، بيقول لك ان التردد بتاعك بيكون اكبر من الزمن الدوري ب3 علامة 7 5. يعني ايه الكلام ده؟ مش انا دلوقتي لو انا قلت لك انت ب5 وانا قدك مرتين، او قدك مثلا قد يعني انا ب7، يبقى انا كده قدك كم مره؟ قدي ب5 زائد 2 اللي هو 7، صح ولا لا؟ انا بقول لك ان التردد اكبر من الزمن الدوري بشويه، الشويه دول بالمقدار ده، خلاص يبقى تي زائد الشويه دول ده الزمن، ده الايه؟ التردد. هو بقى بيقول لك ايه؟ عايز الزمن الدوري بكام. طب قبل ما تجيب الزمن الدوري بكام، بص، هو انا ممكن اشيل التردد واحط مكانه ايه؟ 1 على تي. احنا عارفين وقلنا الصبح ان النيو بتساوي 1 على تي. فانا شلت النيو وحطيت 1 على تي، خلاص بقى. شفت كالك على الآلة هتطلع معاك بايه؟ بربع. هتطلع معاك بايه؟ بربع، ولا مش فاكر بكام والله، متهيألي ربع. استنى كده خليك معايا، شوف لك الناتج كام. تطلع معاك ربع. ليه بقى؟ شفت كالك على الآلة هتطلع معاك، لو انت ايه مش عارفها اعملها شفت كالك على الآلة، هتطلع معاك ايه على طول باذن الله. ده كان كده اول 7 اسئله، انا شايف ان هم ما فيهمش اي حاجه ومتدربين على افكارهم قبل كده. تعال نبص هنا. بص، انا السؤال ده هحله معاك بالاستبعاد. ليه بالاستبعاد؟ تعال اقول لك. هو احنا قلنا قبل كده ايه العلاقه؟ كانت الفي بتساوي لامدا في نيو. قلت لك ان ولا اللامدا ولا النيو هيغيروا لي في السرعه، بس في علاقه عكسيه ما بينهم. يعني لو اللامدا زادت النيو هتقل، طب لو النيو زادت اللامدا هتقل. في علاقه ايه عكسيه ما بينهم. ركز بقى. بيقول لك معاك موجتين، التردد بتاع التانية، التردد الثانية أقل من الأولى بمقدار إيه؟ ربع. يعني التردد بتاع التانية قل، التردد إيه؟ قل. يبقى كده الطول الموجي إيه اللي هيحصل له؟ هيزيد. يبقى لازما يزيد، ولا دي صح ولا دي صح. طب تعالى بقى نقول هيزيد ب 25% ولا ب 33%. عارف لو كنت قلت لك إن ده قلل الربع كنت قلت لك 25% صح. ادام بص بيقول لك ايه؟ قل بمقدار ربع. يعني مثلا لو ده كان ب7 انا هقل بمقدار ربع، يعني هطرح 7 ناقص ربع، فعمرها ما هتكون 25%، لازم تكون 33 ايه في المية. خدها بس بالاستبعاد هتفهمها وهتلاقيها سهلة، ما تقلقش. تعال السؤال اللي بعديه ده سؤال حلو بقى على على الايه؟ الانعكاس. بص، لقيت ان الشعاع الساقط ب50، يبقى زاوية الانعكاس برضه ب50. ليه؟ عشان زاوية السقوط دايما لازم تساوي زاوية الانعكاس. ركز بقى. بيقول لك ان الشعاع ده هيخرج من المرآة موازي للمراية دي. طب دي ليها حاجة مميزة. ليها حاجة ايه مميزة؟ بص، الزاوية دي الأول بكام؟ ب40 ودي ب40. بص بقى، دايما اما تلاقي حاجتين، اما تلاقي حاجة كده دايما ده بيوازي ده. لو الزاوية دي ب30 هتلاقي الزاوية دي ب30 زيها. فلو جيت بصيت فعلا هلاقي الزاوية دي ايه؟ ب40. عشان دي ب40 تبقى دي ب40 زيها، تبقى السيتا بكام؟ ب50. ليه 50؟ ما هي دي زاوية قايمة هي يا عمنا، دي زاوية قايمة. لقيت دي ب40، اللي اتفضل منها كام؟ 50. يبقى هو عايز ايه بقى؟ عايز ينعكس عليها موازيا للمرآة، تكون زاوية السيتا بكام؟ عايز السيتا بكام؟ يبقى السيتا يا معلم ب50. مفيهاش أي حاجة وسهلة، وأنت بتعرف تحلها لوحدك كمان أحسن مني. بص، السؤال ده مهم، عايز افهمك في حاجه. انا بقول لك ايه؟ ان الضلع اللي ساقط ده هو موازي للمرآة دي، بس هنا بقى مديني الزاويه دي بكام. بص، مش انا لو اكني عملت كده الزاويه دي هي الزاويه دي ب50؟ هتقول لي يبقى مش انا وانت بنوازي بعض. لو انت ب50 انا هكون زيك ايه؟ ب50 ولا لا؟ هتقول لي صح، تصدق. يبقى خلاص كمل بقى كده. الشعاع هنا اكنه ساقط بزاويه 50، هينعكس على المرآة دي، ناقصني عمود مقاوم اديني رسمته، وهيرتد كده او هيرتد على المرآة دي على حسب، بس انا مش عايزه. يعني انا عايز ايه؟ بيقول لك يسقط على المرآة 2 بكام. بص، دي بكام؟ ب40. ليه؟ ما هي دي 50 دي 50 تبقى دي 40. 40 و90 ناقص من المثلث كام؟ هتقول لي ناقص من المثلث هنا 50. يبقى الزاوية دي بكام؟ ب40. يبقى الزاوية دي بكام؟ ب40. هو عايز ايه بقى؟ يسقط على المرآة 2 بكام؟ هو زاوية السقوط كده على المرآة 2 اللي هي الزاوية دي احنا جبناها بكام؟ لقيناها ب40 درجة. طلعناها مع بعض ب40 درجة، سهلة وما فيهاش أي حاجة برضه. بص بقى، هو أنا في الانكسار قلت لك إيه؟ إن ساين فاي على ساين سيتا بتساوي إيه؟ بتساوي
في واحد على الفي اتنين، او لمدة واحد على لمدة اتنين. هنا انا عايز سرعة ومديك زوايا، خلاص سرعة وزوايا ده القانون اللي عوض فيه. يلا، هي ايه الفاي دي؟ زاوية السقوط. طب هي ايه زاوية السقوط دي؟ الزاوية المحصورة ما بين الشعاع الساقط والعمود المقاوم. ليه بقى؟ انت هتغلط وتروح تعوض في الساين فاي، تروح حاطط الفاي ب50. والله العظيم ده غلط، ما ينفعش. انا الفاي بتاعتي الزاويه ما بين الشعاع الساقط والعمود المقاوم. السؤال ده حلو قوي علشان كله يختار زاويه 50. لا، انت الزاويه بتاعتك هتكون ب40. هتقول لي ساين 40 على ساين السيتا. السيتا بكام؟ الزاويه ما بين الشعاع المنعكس، زاوية الانكسار الزاوية ما بين الشعاع المنعكس والعمود المقاوم. يبقى الزاوية بتاعتك هنا كام؟ خلاص هتقول لي الزاوية بتاعتي هنا هلاقيها ب60 درجة. هتقول لي ساين 60. كل ده بيساوي الفي واحد. هو انت جاي اصلا من انهي وسط؟ اللي هو اكس. خلاص انا عايز السرعة اصلا في الوسط اكس. على انت رايح فين؟ هتقول لي انا رايح في هوا. خلاص سرعة الهوا بكام؟ دي ثابتة، انت المفروض تكون حافظها، اللي هي 3 في 10 أس 8. في الهوا لازم تعرف حاجتين: السرعة بتكون ثابتة ب3 في 10 أس 8، والإن ثابتة، الإن بواحد. اوعى تنسى الرقمين دول زي اسمك، مش هيدوم لك في المسألة وهتفضل تدور عليهم. خلي بالك واوعى تتلخبط. هتلاقي الناتج طلع هنا معاك، استنى اقوله لك على طول. تلاقي الناتج هنا طلع معاك رقم د. تلاقي طلع معاك ان شاء الله رقم ايه؟ رقم د. اخر بقى حاجة في الصفحة دي بيقول لك ايه؟ معاك الموجة دي التردد بتاعك ب25. عايز يحسب ايه؟ الفترة الزمنية بين النقطة دي والنقطة دي. هو الأول معلش التردد بيساوي ايه؟ تقول لي ان التردد بيساوي ان على تي. خلاص انا عايز التي. خلاص هتقول لي كده التي بتساوي ان على نيو. ليه؟ طلعت دي فوق ونزلت دي تحت، مفيهاش اي حاجة والدنيا سهلة. بص بقى، الان هنا بكام؟ هو من هنا لحد هنا كام لفه؟ كام دوره؟ انا كده كده عارف ان الحته دي نص والحته دي ربع، يبقى قد ايه؟ 3/4 دوره. طب التردد بكام؟ 25. شوف بقى يا معلم هتطلع معاك بكام. تطلع معاك ب3 من 100. تمام كده. برضه تاني صفحه سهله وما فيهاش اي حاجه. السؤال ده انا عايز اسيبه للاخر، معلش سيبه لي للاخر علشان ايه؟ نقعد فيه براحتنا. بس هو سهل يعني ما فيهوش اي حاجه. يقول لك جسم مهتز بيعمل اهتزازه كامله كل 4 من 100 ثانيه. فبيقول لك يصل الصوت على بعد 16 216 ايه متر بعد مرور 6 من 10 ثانية. احسب المسافة ما بين مركزين التضاغط التاني ومركز التضاغط الأول. ما احنا كده عارفين إن اللمدة بتساوي ايه؟ اللمدة بتساوي المسافة على عدد الدورات. طب انا اصلا عايز المسافه. خلاص لو معايا اللمده ومعايا عدد الدورات هحل. طب بص، بيقول لك المسافه ما بين مركز التضاغط الثاني ومركز التضاغط الخامس. مش قلت لك بنطرح الرقمين من بعض؟ يبقى انت كده عندك عدد الدورات بتاعتك 5 ناقص 3 بيساوي 2. يبقى انت كده الان بتاعتك ب2 وجبناها. طب عايزين نجيب اللمده. هنجيب اللمده ازاي؟ ركز معايا. انت بتعمل اهتزازه كامله كل قد ايه؟ هتقول لي كل الرقم ده. طب انت تعرف تحسب منه التردد؟ اه هتقولي ان التردد بيساوي واحد على الزمن الدوري اللي هو ايه؟ 0.04 فوق واحد، يعني على 0.04. يبقى انت كده معاك النيو. طب انا لسه برضه انا عايز اللمدة. ما انت يا معلم لو ركزت اللمدة اصلا بيساوي ايه؟ انت لو عايز تجيب اللمدة هتقول لي استنى، هو مدينا فيصل الصوت على بعد، انت عايزين نجيب السرعة. طب السرعة بتساوي ايه؟ مسافة على زمن. مش انت لو عايز تجيبها تجيب السرعة الاول؟ خلاص ما انا برضه عايز اجيب السرعة. هحسب السرعة بتساوي المسافة على الزمن. هتروح حاطط الزمن، قصدي معلش مش ده الزمن، معلش الزمن بتاعك هيكون 6 من 100. بيقول لك هو الصوت بيقطع المسافة دي في الزمن ده، يبقى دي المسافة على الزمن. يبقى أنا كده حسبت له الإيه؟ حسبت له السرعة. مش أنت معاك سرعة؟ هتقول لي أه. معاك تردد؟ أه. طب ما أنا عارف إن اللمدة بتساوي الفي على النيو. الفي أنت طلعتها أهي، النيو أنت طلعتها أهي. عوض فيها وتروح حطها هنا، يبقى أنت كده جبت الإكس. السؤال ده جميل قوي. السؤال ده حله بالراحة عشان السؤال ده مهم، ممكن يجي عادي. سؤال ايه مهم جدا. ركز معايا. يلا ده الامتحان التاني. على ما اظن الامتحان الاول بسيط، والله العظيم واخدين معظم افكاره سهله وما فيهاش اي حاجه صعبه. نركز بقى مع بعض وهتلاقي الدنيا سهله باذن الله. ده شكل بياني. قلت لك هو عايز يجيب الايه؟ عايز يجيب الشغل.
الشغل بيساوي ايه؟ اف في دي. اف في دي دي علاقة ايه؟ ضرب، وقلنا في علاقة الضرب بنعمل ايه؟ بنحسب المساحة. احسب لي يلا يا معلم. مساحة المثلث ده، مساحة المثلث بتساوي نص في القاعدة. القاعدة بكام؟ ب8. في الارتفاع، الارتفاع بكام؟ تقول لي ب20. تطلع معاك 80. تطلع معاك كام؟ 80. ركز معايا. صندوقين، واحد اسمه ايه واحد اسمه بي. الصندوق ايه الكتلة بتاعته ب5، والصندوق بي الكتلة بتاعته ب3. ده كان محطوط على ارتفاع 2 متر من الارض، ده كان محطوط على ارتفاع 3 متر من الارض. بيقول لك ايه بقى؟ عايز طاقة وضع الصندوق ايه تساوي 2 على 3 من طاقة وضع الصندوق بي. يعني ايه؟ يعني انا عايز طاقة وضع الصندوق البي اي بتاعت الصندوق ايه تساوي 2 على 3 من البي اي بتاعت الصندوق بي. اهي ده اللي انا ترجمته. عايز طاقة وضع الصندوق ايه تساوي 2 على 3 من طاقة وضع الصندوق بي. بيقول لك احركه قد ايه، يبقى انا كده محتاج الارتفاع. طب تعالى صلى على النبي وبالراحة. البي اي بتساوي ايه؟ الام في الجي في الاتش. الام بتاعت الصندوق A بكام؟ ب5. عجلة الجاذبية هتطير من هنا وهتطير من هنا، فملهاش أي 60 لازمة. في الاتش ارتفاع الصندوق A بكام؟ ب2. بيساوي 2 على 3. برضه أقول له ام في جي في اتش. كده كده الجي قلنا ملهاش أي 60 لازمة. طب الام بتاعت الصندوق B بكام؟ ب3 اهي. في الاتش ده انا عايز الاتش اصلا، عايز اشوف هو هيبقى على ارتفاع قد ايه. بص بقى، التلاتة هتطير مع التلاتة، واروح مطير الاتنين، هتلاقي ان الاتش في الاخر طلعت ب5. الاتش بكام؟ ب5. طب انت على ارتفاع 3، عشان تكون على ارتفاع 5 اعمل لك ايه؟ هتحركني 2 متر لفوق. هتحركني 2 متر لفوق، سهلة وبسيطة. ماشي، نركز مع بعض. بيقول لك جسم يتحرك افقيا بسرعة منتظمة اف مقدارها 10. يبقى السرعة دي قصدي يتحرك بسرعة منتظمة. يعني ايه سرعة منتظمة؟ يعني في حاجة بتشدني يمين، في حاجة بتشدني شمال. نركز فيها وايه؟ نركز فيها بالراحة. يبقى القوة دي ب10. يبقى كده قوة الاحتكاك بكام؟ هتلاقي ان برضو قوة الاحتكاك الاف بتاعت الاحتكاك بسالب 10. بكام؟ بسالب 10. فقطع الجسم مسافة 5. أول حاجة عايز يشوف ايه اللي في دول غلط. طب هو الشغل المبذول بواسطة القوة ب50، هو الشغل بيساوي ايه؟ الاف في الدي. الاف ب10 والدي ب5، 5 في 10 ب50. لا دي صح مش هتنفع. الشغل المبذول بواسطة الاحتكاك بسالب 50. ليه؟ ما انا بتحرك كده بعمل 50، يبقى انت تتحرك عكسي هتعمل سالب 50. يبقى دي برضو صح مش هتنفع. بيقول لك الشغل المبذول من قوة الجاذبية بيساوي صفر. ليه؟ قوة الجاذبية دايما عمودية، واحنا قلنا الشغل العمودي هل بيأثر بقوة؟ لا. يبقى دي برضو صح. يبقى الحاجة الوحيدة اللي غلط ده. انا عايز الحاجة الوحيدة اللي غلط، فهي ده فعلا ايه؟ غلط. بيقول لك ايه بقى؟ لو طاقة الوضع بنحسبها من العلاقة دي. طاقة الوضع بتساوي الام في الجي في الاتش. هو بيقول لك ان هي بتساوي 10 اتش. خلاص اطير الاتش مع الاتش. هي الجي بيقول لك بكام؟ الجي ب10. يبقى الجي ب10 برضه اطير ال10 دي مع ال10 دي. لقيت ان الكتلة بتساوي 1. الكتلة بتساوي ايه؟ 1. انت ليه جبت لي الكتلة؟ اقول لك استنى شوية هتفهم. هو دلوقتي عايز طاقة الحركة اما السرعة تكون ب6. طب طاقة الحركة اللي هي الكي اي، الكي اي بتساوي ايه؟ نص ام في تربيع. النص سيبها، الام لسه جايبينها ب1. الفي ب6. هتقولي 6 تربيع اللي هي ب36. هتلاقيها طالعة معاك ب18. طالعة معاك بكام؟ ب18. سهلة وبسيطة. السؤال ده انا قايل لك ليه قانون. قلت لك ايه؟ اول ما يقول لك اول ما يقسم الزمن الدوري على التردد، اول ما يقسم الزمن الدوري على التردد اعمل الحركة دي. يعني التي على النيو بتساوي تي تربيع على ان تربيع. ركز بس هنا عشان في حاجه مختلفه. هو انا عامل العكس، قاسم التردد على الزمن الدوري. خلاص شقلبها يا معلم، هتبقى ان تربيع على تي تربيع وما فيها اي حاجه صعبه. بيقول لك ان لما اقسمهم على بعض اديته 49 على الاربعه. هو عايز بقى الزمن اللازم لعامل 21 اهتزازه. خلاص ما هي الان اكنها بواحد وايه و20. يبقى انت كده هتبقى 21 تربيع. خلاص انت عايز تجيب التي تربيع، هتقول لي ان التي تربيع بتساوي 4 في 21 تربيع على 49. الناتج اللي هيطلع خد له الجذر عشان انا عايز تي بس. تمام، مفيهاش اي حاجه، وحلين زيها بالظبط في الحصه. بس اللي كنا حلينا في الحصه دي هو هنا جاي عكس لك. خلاص ما انت فاهم دي هتحل دي طبعا، مفيهاش اي حاجه صعبه. ماشي، دي برضو احنا لسه حالين زيها بس عادي. بيقول لك النسبه ما بين المسافه عند ايه
وبي، فتكون النسبة وسعة الموجة. يعني هجيب المسافة دي واجيب السعة واقسمها. انا قلت لك حاجة مهمة جدا، اول ما تبص على الشكل ده السعة هتلاقيها بكام؟ السعة من اول هنا لحد هنا هي كلها بتمانية من عشرة، يبقى الحتة اللي فوق بكام؟ باربعة من عشرة. يبقى كده السعة باربعة من عشرة. محتاج اجيب الاكس دي بكام، اللي هي المسافة دي بكام هتطلع معايا. طب ما انا عارف ان دي اللامدا بتساوي اكس على اكس على ايه؟ اكس على ان. طب انا عايز اجيب الاكس، خلاص اضرب لي اللامدا في الان. هقول لك يا عم ماشي عادي سهلة وما فيهاش اي حاجة. طب ال n بكام؟ من أول هنا لحد هنا، مش دي أكنها دورة واحدة؟ يبقى ال n بواحد. طب اللامدا، تعالى أقول لك اللامدا بكام. أنت اللامدا أصلا بتساوي إيه؟ x على n. خلاص، ما هي الإكس بكام؟ ب14. ال n اسمه ده ال n بكام؟ من هنا لحد هنا عامل كام دورة؟ أدي كده دورة، أدي كده اتنين، أدي كده تلاتة ونص، تلاتة ونص. يبقى 14 على تلاتة ونص، هتاخد الرقم تحطه هنا. يبقى انت كده جبت اللامدا في ال n اكنها الاكس. مش انت جبت الاكس؟ حط لي الاكس هنا واقسمه لي، شوف الناتج هيطلع معاك كام. سهله، مفيهاش اي حاجه ايه برضه، مفيهاش اي حاجه. والسؤال ده مهم ومهم مهم. رجع الفيديو وشوفه تاني، لو عطلت فيه ابعتولي على الواتساب هشرحه لك في ريكورد، بس هو سهل. بالراحه وراجعه تاني علشان السؤال ده مهم. بيقول لك موجة المسافه الافقيه. انا هشرح السؤال ده على الرسمه دي، ماشي؟ يعني اعتبرني السؤال ده انا هشرحه على الرسمه دي، مالكش دعوه بالارقام اللي عليه. بيقول لك المسافة الأفقية ما بين قمة وقاع متتاليين ضعف المسافة الرأسية ما بين قمة وقاع متتاليين. يعني إيه؟ دي اسمها مسافة أفقية، دي اسمها مسافة رأسية. المسافة إيه؟ رأسية. بيقول لك إيه بقى؟ إن المسافة الأفقية ما بين القمة والقاع المتتاليين، يعني من أول القمة دي للقاع المتتالي ده، المسافة دي بتساوي، يعني المسافة دي أنا مثلا هسميها يا عم إكس. بيقول لك إن الإكس دي بتساوي إيه؟ ضعف المسافة الرأسية بين قمة وقاع. أدي القمة وأدي القاع، الحتة دي كلها. مش دي أكنها سعة الموجة؟ الحتة اللي فوق دي بس أكنها سعة الموجة. طب ودي سعة الموجة، سعة الموجة وسعة الموجة أكنهم اتنين. وأنا كمان بقول لك إن هي الضعف، فتبقى أربعة من سعة الموجة ولا لأ؟ تاني الحتة دي، أنا بقول لك إن الحتة دي كلها، ان الجزء اللي فوق اسمه ايه والجزء اللي تحت اسمه ايه، يبقى الحته دي كلها اسمها ايه؟ 2 ايه. انا بقى الاكس دي ضعفها يبقى 4 ايه. تمام كده؟ بيقول لك السرعه بالرقم ده والتردد بالرقم ده، عايز سعه الموجه. خلاص تعالى نحسب سعه الموجه. هي الساعه بتساوي ايه؟ انا لو حسبت الاكس قسمتها على 4 يبقى انا كده جبت سعه الموجه. طب خلاص تعالى بالراحه وما فيهاش اي حاجه. هات لي بس اللامدا الاول. هتقول لي لا اجيب لك اللامدا، هتفهم دلوقتي. اللامدا بتساوي ايه؟ الفي على النيو. الفي بكام؟ ب20 اهي، هو مديك السرعه ب20. النيو بكام؟ 10. تلاقي اللامدا طلعت معاك ب2. طب انا بقى قلت لك حاجه مهمه جدا. ايه بقى الحاجه المهمه جدا؟ ان المسافه اكس دي، اكس اللي هي الحتة دي من أول هنا لحد هنا، الإكس اللي هو من أول هنا لحد هنا، دي قد إيه؟ مش دي بنجيبها بنقول اللامدا بتساوي الإكس على الإن؟ هتقول لي طب من هنا لهنا قد إيه من الدورة؟ يعني من هنا لحد هنا قد إيه من الدورة؟ أدي ده ربع وأدي ده ربع، يبقى هنا عدد الدورات بنص، ربع وربع نص. طب اللامدا أنت لسه جايبها بكام؟ باتنين، اتنين في نص بواحد، يبقى كده الإكس دي بواحد. الإكس دي بكام؟ بواحد أهي، هشيلها وأحط مكانها واحد. هروح اقسم هنا على الأربعة عشان أجيب ال A لوحدها، وأقسم هنا على الأربعة تلاقي طالع معاك بربع. طالع معاك بإيه؟ بربع. سؤال بص فوق الروعة. ده وده مهمين جدا، وده والله وده يعني الصفحة كلها مهمة جدا. فبالراحة وما تبصمكش، حل يعني حل بضمير وما تبصمكش. تمام؟ بص، أول حاجة المسألة دي ناقصها عمود مقاوم، هتخلي لي دي 3 فاي وهتخلي لي دي 3 فاي. ماشي. طب خلي بالك، مش انا قلت لك حاجه مهمه جدا؟ دي كلها بكام؟ هتقول لي قايمه ب90. يعني ايه؟ خلاص يعني الحته دي كلها ب90. خلاص ال90 دي عباره عن ايه؟ ان هي فيها 3 فاي وفاي، فيها 3 فاي وفيها ايه؟ فاي. يبقى أكن ال90 بتساوي 4 من الفاي. هقسم هنا على الأربعة وأقسم هنا على الأربعة، تلاقي إن الفاي بتاعتك طالعة ب 22 ونص. الفاي طالعة بكام؟ ب22 ونص. بس أنا أصلا مش عايز الفاي، أنا عايز إيه؟ أنا عايز زاوية الانعكاس. أدي دي زاوية الانعكاس. هي زاوية الانعكاس بتساوي إيه؟ 3 فاي. خلاص 3 في الفاي بكام؟ ب22 ونص. هتلاقي طلع 67 ونص. 67 ونص. السؤال ده حلينا زيه في الحصة، حلينا زيه هو هو بالظبط.
يلا، هي دي اخر صفحة معانا، دي اخر صفحة، وان شاء الله يبقى كده ايه، خلاص خلصنا. بيقول لك شعاع سقط على المرآة فينعكس على المرآة B وهيرتد على المرآة C، تكون زاوية انعكاسه على المرآة C. اللي هي فاهم المراية دي هيبقى فاهم الانعكاس كله. الرسمة دي ناقصة ايه؟ تقول لي عمود مقاوم زي ما متعودين. الزاوية دي ب40 تبقى دي بكام؟ ب50. ليه 50؟ علشان ايه؟ كلها ب90، دي ب40 تبقى دي ب50. وبعد كده الشعاع ده هيسقط كده، كده يرتد كده، بعد كده ايه؟ هيطلع بره كده، مفيهاش اي حاجة. ماشي، دي ب50، دي زيها 50، دي زيها ايه 50، يبقى دي بكام؟ دي ب40. ليه؟ ما هي دي بتساوي دي ودي بتساوي دي، خليك فاكرها، سرح حلك. ماشي، هي الزاوية المستقيمة مجموعة كام؟ 180، يعني دي لو ب30 تبقى دي بكام؟ هتقولي ب150. خلاص يلا، الزاوية دي ب30، يبقى اللي الناحية التانية دي بكام؟ هتبقى ب110. جبتها ازاي؟ قلت 180 ناقص 70. تمام كده. ده مثلث اهو، زوايا بكام؟ ب180 درجة. خلاص، في منهم 40، في منهم 110، يتفضل لك كام؟ هتقول لي يتفضل لي 30. يبقى الزاوية دي ب30، روح اعمل لي عمود مقام. دي ب30 تبقى دي بكام؟ ب60. بقيت ال90 دي 60، دي 30. خلاص، ودي لسه عاملين شبهها بالظبط. دي 50 تبقى دي كام؟ 130. باقي كام من المثلث ده؟ 30، ده 130، يبقى كده 160، يبقى دي 20 من المثلث. اعمل لي عمود مقام. دي 20 تبقى دي 70، بقت ال90، دي 70، دي 20. هو عايز ايه بقى؟ انا بعد ما خلصت ده كله هو عايز ايه؟ عايز زاوية الانعكاس على المرآة سي. ادي المرآة سي، زاوية الانعكاس اهي، زاوية الانعكاس اهي بكام؟ 70. شوف، اللي هيفهم ده هيحل اي سؤال انعكاس. انا ما بعملش اي حاجة مختلفة، نفس اللي بعمله هنا بعمله هناك. تمام. بص، هي انا قلت لك اما مثلا دي ميه وده هوا، ده عمود مقاوم. هو الشعاع بتاعك لو انكسر من الميه للهواء، السرعه بتاعته بتزيد ولا بتقل؟ هتقول لي بتزيد. ليه؟ انا خارج من الميه، سرعتك في الميه كبيره ولا سرعتك في الهواء؟ في الهواء. طب لو انا ماشي من هواء الميه، ايه اللي بيحصل لك؟ يلا قول. ايوه صح، سرعتك ايه؟ بتقل. اللي هيقول غير كده يعني الله يسامحه بقى. يبقى سرعتك ايه؟ بتقل. يبقى انا اللي الان بتاعتي كبيره، يبقى الكثافه بتاعته كبيره. هتلاقي ان الرقم ده معامل انكسار الوسط الأول، اللي هو مثلا المية ب7/6، الرقم ده كبير، أكبر من اللي هو ال8/7. لو أنت بتنتقل من وسط كبير لوسط قليل، إيه اللي بيحصل للسرعة بتاعتك؟ إيه اللي بيحصل؟ قول يلا. السرعة بتاعتك بتزيد. ليه؟ أنا ماشي من المية للهواء، يبقى سرعتي هتزيد. سرعتي إيه؟ هتزيد. طب هتنكسر مقتربا ولا مبتعدا؟ إحنا قلنا بننكسر ناحية إيه؟ ناحية التقيل. يبقى هتنكسر ناحية الهواء ولا تنكسر ناحية المية؟ يبقى التقيل اللي هو إيه؟ ناحية المية، اللي هو إيه؟ هينكسر كده إيه؟ مبتعدا. لو كده مقتربا، كده مبتعدا. تمام. بيقول لك السؤال ده، الشعاع سقط شعاع على سطح زجاجي بزاوية 40 فانكسر بزاوية كام؟ زاوية 30. بيقول لك ايه بقى؟ يعني ايه الكلام ده؟ ادام جاب لك حتة مقارنة، تعالى اقولها لك. يبقى ساين فاي على ساين سيتا بيساوي برضو ساين فاي على ساين سيتا، بس دي ساين فاي واحد، ساين سيتا واحد، ساين فاي اتنين، ساين سيتا اتنين، مفيهاش أي حاجة. بص بقى، سقط شعاع بزاوية سقوط 40، يعني زاوية السقوط بتاعتك دي 40، فانكسر بزاوية 30، زاوية الانكسار دي بتاعتك ب30. فبيقول لك ايه بقى؟ لو زادت زاوية السقوط للضعف، لو زاوية السقوط دي السيتا 2 زادت للضعف، انت كنت ساقط بكام؟ ب 40، يبقى هتسقط بكام عشان تزيد للضعف؟ تبقى 80. بيقول لك بقى اجيب زاويه الانكسار الجديده هتزيد قد ايه؟ يعني مثلا زاويه الانكسار بتاعتك الاولانيه بكام؟ ب 30. لو انت رحت طلعت الناتج، بعد ما تطلع يعني الناتج، لقيت الناتج بتاعك طالع مثلا ب 50، يبقى انت كده الزاويه بتاعتك زادت بمقدار قد ايه؟ هتقول لي الزاويه بتاعتي هتزيد بمقدار 20. انا كنت 30، زدت ل 50، يبقى انا زدت قد ايه؟ بمقدار 20. واعملها هتلاقيها طالعه معاك. تمام كده. الناتج النهائي زي ما قلت لك هطلعه لك، المهم تفهم الفكره. الناتج النهائي والله والله هبعته لك على الجروب على طول ان شاء الله. تمام. الناس بس تركز معايا. يلا، اخر سؤال، والفيديو لو طول معلش عشان ايه، اهم حاجه نكون فاهمين. ادي عمود مقام، ادي عمود مقام. ليه بتعمل عمود المقام ده؟ هفهمك دلوقتي، اهدى. بيقول لك ايه؟ الشعاع يمثل متوازي مستطيلات، ارتفاع السمك بتاع المتوازي ده اللي هو السمك ده بالرقم اهو. تمام. ومعامل الانكسار بتاع الزجاج ده بجذر 3.
تمام. بيقول لك هو سقط هنا بزاويه 30. انا يخصني دي لا، انا يخصني الزاويه بين العمود المقام والشعاع الساقط اللي هي الزاويه بتاعتي هتكون ب 60. خلاص هنكسر كده. بعد كده ايه هطلع تاني كده صح ولا لا؟ وادي عمود مقام. معلش بقى ايه يعني ارسمها بضمير عشان الحته دي ايه مهمه. اهو اهو وادي العمود المقام. تمام كده. هيقسم لك دي لنص دي ودي لنص دي عشان ده بيقسمها في النص بالظبط. بص بقى دي اهي، ودي هتكون عامله ازاي؟ هتكون الزاويه دي، انا دي زاويه الانكسار ما بين العمود المقام والشعاع الايه المنكسر. تمام كده. تمام. طب نحسبها ازاي؟ بص، عشان انت عندك النات وزاويه يبقى عندك ساين فاي على ساين سيتا بيساوي ايه؟ ان 2 على ان 1. كلهم شبه بعض الا الانات بعكس الارقام بتاعتها. الساين فاي بتاعتك بكام؟ الفاي بكام؟ ب 60. يبقى تقول لي ساين 60 على ساين كام؟ ساين سيتا. السيتا ده انا عايزها اصلا، خليها ساين سيتا بتساوي ان 2 بكام؟ الان 2 انت جاي، انت رايح الزجاج، انا قلت لك الزجاج بكام؟ بجذر 3. ان واحد بكام؟ انت خلي بالك انت جاي من الهواء، يبقى الان بتاع الهواء هتقولي مش مديها لك، اقول لك غبي. عشان انا قلت لك الان بتاعت الهواء دي بنحفظها بتبقى بكام؟ بواحد دايما، بواحد دايما. اوعى تنساها، اوعى ايه تنساها. هقول لك السيتا دلوقتي هتطلع معانا بكام بعد ما تضرب يعني مقص وتطلعها على الاله. هقول لك السيتا هتطلع معانا بكام. هتلاقي ان السيتا طلعت معانا، والله مش معايا هنا دلوقتي. ماشي ما علينا يعني، استنى اقول لك هتطلع كام. جذر الساين 60 جذر 3 على الاتنين في جذر 3 هتلاقيها 3. ما دي جذر ساين 60 جذر 3 على 2. طب بص يعني ايه ما علينا، مثلا الزاوية دي طلعت بكام؟ ب 30 مثلا، السيتا طلعت ب 30، يبقى الزاوية دي ب 30. يبقى مش ده اكنه كده حرف زد؟ هتقول لي لو دي ب 30 تبقى دي بكام؟ هتقول لي 30 زيها. دي بكام؟ 30 زيها. حرف زد برضو دي بكام؟ هتقول لي 30 زيها. تمام كده. 30 ايه زيها. انا بقى مش عايز كل ده، انا عايز ايه؟ عايز قيمة الدي بتساوي كام، يعني الدي دي بتساوي كام. ركز بقى معايا. هنقل لك المثلث ده، بص هنقل لك المثلث ده بره ليه، هفهمك دلوقتي. بص انت عندك مثلث كده اهو، معلش. بص دي اسمها نص دي اهي، يعني ده نص الدي. تمام. والضلع ده معرفوش لسه، وانت معاك الزاوية دي ب30 والارتفاع ده بكام؟ هتقولي مش معايا، لا يا باشا معاك اهو. الارتفاع ده بكام؟ ب17 و32 سنتيمتر. بص بقى، هو انت معاك انهي اضلاع اللي قدام الزاوية؟ انهي اضلاع؟ مقابل ومجاور. ايه الدالة المثلثية اللي فيها مقابل ومجاور؟ هتلاقيها التان اللي هي الظا مقابل على مجاور. هتقول لي يبقى كده تان 30 بتساوي المقابل اللي هو نص دي على المجاور اللي هو 17 و3 2. منها تعرف تحسب الدي. العلاقة دي مهمة جدا، اللي مش عارفها دي رياضة. ادام معاك الزاوية يعني مثلا بالمثل اهو، بالمثل ما بقولكش حاجة ايه جديدة، بالمثل رحت اعمل لك مثلث كده، اديتك الزاوية دي ب30 مثلا، ده 15 وده مثلا ايه 10. هو ده غلط طبعا. يعني مثلا عايز الضلع ده دلوقتي. بص انت معاك ايه؟ انا معايا وتر ومعايا مقابل. ايه الداله المثلثيه اللي فيها مقابل وتر؟ الساين اللي هي الجايه، يعني الساين بتساوي ساين 30 بتساوي المقابل اللي انا عايزه اصلا اللي هو اكس على الوتر اللي هو 15. هتلاقي طالع معاك بسبعة ونص. تمام كده. وفي نهايه الفيديو احب اقول لكم بالتوفيق يا اخواتي، واللي محتاج اي حاجه طبعا مش محتاج اقول له يبعت لي في اي وقت. ان شاء الله تطلعوا من الامتحان حالين كويس ودايما موفقين باذن الله، وربنا معاكم يا شباب.